الكردية في الحسكة وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، استنكروا فيها إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للقصر العدلي، مؤكدين رفضهم لسياسات طمس اللغة ومطالبين بتثبيتها في الدستور السوري. وانضم للوقفة العشرات من معلمي وطلبة اللغة الكردية، رافعين لافتات كتب عليها: الدراسة والتعليم والتدريب باللغة الأم حقنا. وهناك قرى، وأيضا تم قراءة بيان من قبل مدرسة اللغة الكردية جيندا أحمد أكدت فيها على رفض المحاولات الرامية إلى طمس اللغة الكردية في روجاواي كردستان، ومن حق كل فرد التحدث والقراءة بلغته الأم في وطنه. وأشارت إلى أن ما حدث في القصر العدلي بالحسكة ومحاولة لإقصاء اللغة الكردية من المؤسسات الرسمية، وهي إهانة لمشاعر الشعب الكردي، ولا يمكن إسكات الهوية الكردية التي صانتها دماء آلاف الشهداء، وهي الخط الأحمر للشعب الكردي وتاريخه ووجوده. في الختام دعا المشاركون إلى التكاتف ضد هذه السياسات وحماية اللغة التي بذلت لأجلها تضحيات جسيمة.